السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد خاص بالثانوية العامة. قبل ما أبدأ أي حاجة، أنا عارف إنك تعبت، عارف إنك نفسيتك تعبت، عارف إن كل حاجة حواليك بتمثل لك ضغط نفسي كبير، ولكن اللي علينا واللي إحنا بنعمله في القناة هو إننا بننقل لك كل حاجة بتحصل أول بأول. وعشان ما تقعدش تقول إن أنا بنزل فيديوز أو بنزل فيديوهات عشان أجيب فيوز، أو بعمل عنوان بيشد وخلاص، أو بقول كلام مش حقيقي أو من غير مصادر عشان أكسب مشاهدات والكلام ده كله، انا المره دي جايب لك المصدر الرسمي وجايب لك المداخله الرسميه لاحد النواب او احد نواب مجلس الشعب الخاصه بلجنه التعليم، اللي بتقول فيها انهم هيجتمعوا مع وزير التربيه والتعليم في القريب العاجل جدا لتاجيل امتحانات الثانويه العامه، او لطرح مساله تاجيل امتحانات الثانويه العامه من جديد او اقامتها في موعدها. لسه الموقف النهائي ما تحددش. انا هشغل لك دلوقتي المكالمه الرسميه او المداخله الرسميه اللي حصلت على القاهره والناس، عشان يبقى كل حاجه واضحه قصادك وكل حاجه بمصداقيه، عشان ما تقولش ان انا بقول اي كلام. يلا بينا نشوف المكالمه بتقول ايه. الثانوية العامة اللي أعلنت الحكومة عن تأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين، وطلعنا من 7 يونيو إلى 21 يونيو. في تصور النهاردة بتطرحه النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتقول إن لجنة التعليم سوف تبحث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تأجيل الامتحانات. طب التأجيل لحد إمتى؟ في اولياء امور تواصلوا معايا النهارده وبعتوا لي رسائل على الواتساب بيقولوا لي لا جاي. طب اقتراحاتكم؟ لا نقول ايه على الهوا للساده المسؤولين؟ قال لك في 4 مواد لا تضاف الى المجموع الكلي، لو سمحتم المواد دي يا اما الطلبه يقدموا فيها ابحاث او تتلغي الامتحان بتاعها. الحاجه الثانيه انهم بيقترحوا ان يوم امتحان الثانويه العامه يسري حظر كلي شامل في انحاء الجمهوريه. طب ليه؟ حسب ارقام السيد وزير التربيه والتعليم اجمالي عدد الطلاب الممتحنين في الثانويه العامه مع المراقبين مع الاداره 860,000، حط عليهم كمان 140,000 اولياء امور، ده على الاقل بتتكلم في مليون. خلينا نروح للنائبة المحترمة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان. وبعد التحية لحضرتك عاوز أعرف ما هي مقترحات لجنة التعليم عندما تلتقي بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، وهل ممكن تطالبوا بتأجيلها والتأجيل إلى متى؟ اتفضلي. مساء الخير يا فندم أهلا وبرحب بحضرتك. بحضرتك. الحقيقة يعني احنا التقينا قبل العيد، قبل التأجيل على طول الأخير، مع نواب الوزير الدكتور رضا حجازي والدكتور محمد مجاهد، ويمكن تم عرض كل أولا كان المطلب كان قبل تصريحات الوزير بالتأجيل كان مطلب أولياء الأمور والطلاب بالتأجيل، وتم عرض كل الإجراءات الاحترازية يعني عرضوها عرض مفصل بالنسبة في لجنة التعليم على الإجراءات اللي هتتخذ. ويمكن أنا اقترحت نقطة يمكن حضراتكم تتكلموا في حاجة مشابهة، بس وهي أن يبقى في قرار بمنع أولياء الأمور من التجمع، لأن طبعا بيبقوا ساعات أولياء لا الأمور سيادة من النائبة خليني بس أخد خطوة. واحد، أيوه. من الذي يملك قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة؟ البرلمان أم الوزير. الحكومة؟ لا ده قرار تنفيذي، فده الوزير الحكومة، ولكن احنا ممكن قوي لو في امر معين ممكن ان احنا بالتشاور مع الحكومة، ولو في حاجة ملحة وتضطر احيانا بيبقى قرار من البرلمان، لكن هو ده قرار تنفيذي في اجراءات الامتحانات اتجاه بنتأكد لجنة منه. التعليم انكم لما هتقابلوا السيد وزير التربية والتعليم اول حاجة هتقابلوه امتى؟ بكرة ولا بعده؟ لا الاسبوع القادم، ما فيش الاسبوع ده خالص لقاء معاه. مفيش لكن احنا بس عايز اقول لك الاسبوع القادم هيبقى باقي 7 ايام على امتحانات ايوه الثانوية يا العامة. فندم، لكن احنا مش شرط لقاء، احنا اي حاجه يعني. لسه انا واصلني مجموعه كبيره برضو عايزه تاجل تاني، وبتواصل مع لجنه التعليم ومع الوزير، وبيتم مش بالضروره يكون في اجتماع خاص في الحاجات طيب المستعجله هتبعتوا له يعني. بكرة وتعملوا كونفرنس ان شاء عبر الله. الواتساب او ان شاء الله زون او كده؟ يعني رئيس لجنه التعليم بيتواصل مباشره معاه، وبنشوف لو في يعني عدد كبير، ولكن انا زي ما وصلني
الحقيقه بعض الناس عايزه تاجل تاني. وصلني برضو ناس يعني اولياء امور بيقولوا ان اولادهم تعبوا خلاص وعايزين يخلصوا وعايزين يمتحنوا، بس المهم التاكد من الاجراءات الاحترازيه وكل يعني لو جالكم الوزير وقال لكم عبر السكايب او اي صيغه ان الاجراءات الاحترازيه زي الفل، هتقولوا خلاص توكل على الله؟ ده برضه بالتشاور مع وزاره الصحه. الوضع الصحي ده هو اللي بيحدد كل الاجراءات. لو وزاره الصحه شايفه ان الاسبوعين دول، وده في تواصل مستمر على فكره يعني بين الوزارتين وبيننا، لو في الاسبوعين زي ما احنا شايفين شويه ان هو عمليه الزياده اللي هي بنسميها لسه ما وصلش للذروه، وفي ازدياد في اعداد المرضى، وفي اي تجمع. الذروه يا سياده النائبه هتبقى 15 يونيو والامتحانات 21 يونيو. ايوه يا فندم، ما هو ده هيكون برضو بالتشاور هذا يعني في الايام دي مع وزاره الصحه. هل بكل الاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها ينفع ان هو يبقى في استمرار لعقد الامتحان في نفس الموعد المؤجل اللي هو 21 ولا لا؟ لو يعني شايفين ان في ازدياد. طب انا بس اتمنى وهقطع حضرتك، اتمنى الاعلان عن هذا خلال ساعات ان شاء الله. يعني يوم بالكتير علشان اولياء الامور يرتبوا اوضاعهم بصراحه. تمام. كان الله في عونهم. بشكرك سياده النائبه ماجدة نصر، عضو لجنه التعليم بالبرلمان. امتحان الثانويه العامه، البرلمان ممثل في لجنه التعليم هيعرض على السيد وزير التربيه والتعليم امكانيه التاجيل، لكن هناك اولياء امور مش عايزين الامتحانات تتاجل، يعني مش عايز اشخص الموضوع. انا عندي ابنه بنت في الثانويه العامه، لو تسالني لا عايزين نخلص، يعني الاجواء عايزين نخلص، لان فكره التاجيل دي مساله صعبه قوي. يعني اظن المره دي اهو انت سمعت المداخله الرسميه بودنك وسمعت كلام النائبه بودنك. انا ما قلتش حاجه، ما الفتش حاجه، ما قلتش اي اخبار من دماغي، او ما الفتش اخبار زي ما بعض الناس بتدعي في الكومنتات ان انا بالف اخبار. النائبه ذات نفسها مش عارفه الامتحانات تتاجل ولا لا، وزاره الصحه ذات نفسها مش عارفه الامتحانات تتاجل ولا لا، زي ما انت سمعت في المكالمه كده. وكل ده هيحصل او هيتم اجتماع مع وزير التربيه والتعليم ووزيره الصحه لبحث الامور او لاعاده النظر في الامور مره اخرى. عايزك تقول لي رايك في الكومنتات، عايزك تقول لي هل انت موافق انها تتاجل مره اخرى، هل انت مش موافق انها تتاجل مره اخرى وتقام وخلاص ونخلص عشان الوجع او التعب النفسي والتعب الذهني اللي بيحصل. كل ده سيبوه لنا في الكومنتس. وعشان تتابع كل الاخبار والقرارات الرسميه ان شاء الله اول باول، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس في القناه، وكمان زروا لايك تقديرا ودعما للفيديو والمجهود. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.